يلا بينا مع بعض نعمل حاجة حلوة قوي وسهلة وسريعة وبسيطة فعلا حقيقي، وكمان منعشة ومرطبة جدا في الأجواء الصعبة دي. الجيلي بالمهلبية أو الجيلي بالكاستر، حاجة جميلة وهتعجب الكبير والصغير، وطريقته حلوة قوي ويغيب عندك في التلاجة بقى تسحبي وتاكلي منه انتوا وولادك وأحفادك زي ما انت عايزة. مبدئيا الأول جبنا هنعمل المهلبية. جبنا كيلو لبن، طبعا عايزة تزودي لبن زودي، عايزة تنقصي نقصي براحتك. أنا كنت عاملة كيلو لبن. سبته يغلي على النار بقى، وبعدين جبت نص كوباية كبيرة مية، وحطيت فيها 2 باكت كاستر فانيليا. لازم الكاستر يكون فانيليا عشان بيدي لون حلو جدا وطعم جميل ومناسب جدا للجيلي. تمام. انا حطيت 2 باكت ومعلقة، يعني معلقة هرمية كمان، عشان انا عاملة كيلو لبن وعاملة نص كوباية مية. لما اللبن بدأ يغلي زي ما انتم شايفين، حطيت 2 باكت فانيليا عشان يدوا ريحة برضو طعم حلوين. هديت النار على بال ما احط السكر طبعا حسب رغبتك زي ما انت عايزة، وبدأت اقلب بقى. وبعدين انا طبعا في الوقت ده مهدية النار شوية. بدأت بقى احط الكاستر بتاعي مع اللبن، واقلب اقلب 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 لحد ما يوصل للقوام اللي انا عايزاه، وهو ده على فكرة. القوام ده حلو جدا، هتشوفيه دلوقتي بالمعلقة عشان ما لو تقلتيه عن كده لما ينشف معاكي او لما يبرد هيبقى تقيل وهيبقى ملمسه في البق مش حلو كده. فلما بيبقى خفيف كده حلو كده زي البشاميل الخفيف، لما يبرد بيبقى جميل، او هتشوفوه في الاخر دلوقتي. عبيت بقى جبت علب من دي، بتبقى طبعا سهلة. بتاكلي وترمي، وبتعجب الأطفال طبعا، بدل ما أحط في كاسات أو أحط في حاجات، فطبعا بتبقى سهلة جدا جدا. وسبت المهلبية تبرد شوية. بعد كده عملت 2 باكت جيلي. جبت طبعا ال2 باكت جيلي بيتعملوا ب4 كوبايات مية، فحطيت كوبايتين مغليين، وقلبته مع سكر برضو، لأن السكر مهم، لأن الجيلي بيبقى مزز قوي قوي، فلازم تحليه التحلية المطلوبة بالنسبة لك، سواء لو انت حابة ان هو يبقى مزز كده مفيش مشكلة. وبعد ما دوبت الجيلي والسكر، حطيت كوبايتين مية ساقعة، وقلبته، ولقيته محتاج شوية سكر كمان، رحت حاطه له شوية سكر كمان. تمام. وتقلب وبقى زي الفل. وسبته لما يهدى شوية بس ما يبردش قوي، وبدأت أحطه على المهلبية. الحقيقة شكله تحفة وجميل جدا ويفتح النفس، كمان لما بتحطيه في التلاجة وتاكليه بيبقى حلو قوي 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 يعني، وبيعجب الولاد، وأحسن من الآيس كريم اللي بتشتريه من بره، وأحسن من أي حاجة بتشتريها لهم من بره. انتي عاملة الحاجة دي بإيديكي ونظيفة، واللبن لبن نضيف وحلو انت ضمناه، وحاجة صحية وحلوة. الكيلو لبن مع ال2 باكت جيلي عملوا 12 طبق من دول، او 12 علبة من دول مليانين وحلوين قوي قوي الحقيقة. بيفرط كمان، يعني بيعمل كمية كبيرة. شايفين المنظر عامل ازاي؟ حلو قوي قوي. بعد ما طلعته بقى وقدمته للولاد والكده بقوا مبسوطين بيه خالص خالص. ايه رأيكم؟ كمان حتى لو العلب دي بتبقى مناسبة قوي، عشان لو حبيتي توديها مكان تاني بيبقى سهل في الحركة، بتتقفل وتحطيها في كيس وتبرشميها كده وتبعتيها. شوفوا بقى، ده اللي انا اقصده، ان الجيلي والمهلبية مش تقال قوي فتحسوا ان هما خفاف وهما بيتاكلوا كده. الف هنا وشفا، وباي باي.